شكرا لدكتور فهد السنيني الحربي على هذه الكلمة والكلمات، والكلمة موصولة الآن إلى رئيس البرلمان العربي السابق وعضو مجلس الأمة الأسبق وعضو مجلس الأمة القادم بإذن الله، علي الدقباسي بوسالم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد. ادعوا معي أن الله يولي علينا خيارنا. أيام قليلة وتنتهي الندوات واللقاءات والمحاورات والمشاورات، نتمنى تنتهي على خير، وأن الله عز وجل يولي علينا خيارنا. وأنا أشهد أن مرزوق الحبيني من خيارنا. هذه الشهادة مو مجاملة حق مرزوق، أنا ما تعنيت حتى أجي أجامله. احنا دخلنا مجلس الأمة من سنوات وكنا شبان صغار، وتتلمذنا على يد نواب سابقين تمتعوا بالفطنة والحكمة، ولعل كثير منكم اللي يعرف مرزوق يعرف انه دقيق، ودقيق جدا، وربما يوقف الجلسة على نقطة في قانون. أول ما دخلت مجلس الأمة قال لي مرزوق واحدة من ثنتين، أو تظل واقف أو تحبي، ما يصير تصير بالنص. ومشيت على رأيه اللي هو رأي وطني يدافع عن حرية الناس ومصالحهم وأموالهم. يعلم الله أن هالكلام ليس مجاملة، ولكنه صادر من قلب محب لكل الرجال الخيرين. والرجال الخيرين مو بالضرورة يكونوا أعضاء، الرجال الخيرين قد يكونون ناخبين عن بعد، يجون وراء الستار ويختارون الأصلح، اللي يدفع البلاء عن المسلمين واللي يدافع عن حريتهم وأموالهم ومصالحهم. أيام قليلة وتكون الانتخابات انتهت، وأؤكد لكم أن المجلس القادم يحمل قضايا مصيرية وملفات مهمة تتعلق بحريتكم وأموالكم ومصالحكم. وأنا عبر هذا المنبر أوجه دعوة للشعب الكويتي في كل مكان وليس في الدائرة الخامسة فقط، وأقول أن المسؤولية الوطنية اليوم تتطلب الدفع برجال دولة قادرين على ممارسة العمل البرلماني باحترافية وأمانة وصدق. وفي المقابل نتمنى أن تجيء حكومة بمستوى طموحاتنا ككويتيين، حتى يتعاون المجلس والحكومة وفقا لنص الدستور دون التهاون بدفع عجلة البلد. أنا أخجل أن أقول للناس في ندوة أن عندنا مشكلة في الحريات وعندنا مشكلة في السكن وفي التعليم. منو فيكم الآن ما يعرف بأن عندنا سلسلة طويلة من المشاكل؟ الشبان اللي برا يتابعون الندوة عبر الشاشات ربما هم أصغر منا سنا، لكنهم يعرفون اليوم بكمية المعلومات الكبيرة اللي عندهم حجم المشاكل اللي تواجهنا وخطورة التحديات الاقتصادية وأيضا الأمنية اللي تواجه الكويت. الكويت اليوم يا أخوان في محيط أمني ملتهب. الكويت اليوم يا أخوان بحاجة للدفع والدفاع عن سيادتها وأمنها وحرية أبنائها. الكويت اليوم بحاجة للوحدة الوطنية وتعزيزها، وهي سور الكويت الحقيقي، هي الحصن الحقيقي. الكويت اليوم تواجه مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية، واحنا ما نبي التحديات الاقتصادية تكون على حساب الناس وعموم الناس والطبقة الوسطى من الناس، على المتقاعدين والموظفين. نريد أن يكون هناك إجراءات هادفة
نريد أن نجد حلول لمشاكلنا، نريد أن نعزز حرية الناس بدل تقليصها، نريد أن نحمي المتقاعد والأسرة الكويتية، نريد أن نجد فرص عمل لعشرات الآلاف من الشبان، نريد أن لا تمارس الحكومة سياسة التنفيع اللي طالما مارستها بالتنفيع، واللي اليوم يدفع الشعب الكويتي ثمن هذه السياسات الخاطئة. هذه الغايات، هذه الأحلام، هذه الطموحات، كل المقرات الانتخابية واللقاءات الكل يتكلم عنها. طيب شلون نروح نوصل لها؟ نوصل لها بالتمنيات؟ نوصل لها بالتقريد؟ نوصل لها بحضور الندوات؟ لا، نوصل لها بتحمل المسؤوليات. نتحمل مسؤولياتنا أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي بأن ندفع بأفضل ما لدينا، وأنا أثق بالشعب الكويتي أنه سيدفع أفضل ما لديه في الانتخابات القادمة لكي يجي مجلس محققا للطموح. عندما أقول تحمل المسؤوليات تعرفون جميعا بأنني كنت من أول الذين شاركوا وأعلنوا ودعوا ودفعوا باتجاه المشاركة. ومن هنا من مغار مرزوق الحبيني أوجه دعوة لكل متردد في اتخاذ قراره: عليكم أن لا تتركوا الكويت في هذه المرحلة. وأنا أعرف أن حتى أخواننا المقاطعين لديهم وجهة نظر، وأنا أعرف منهم رجال تعلمنا على أيدهم، لكن أنا أقول يد الله مع يد الجماعة، وأنا أعتقد الشعب الكويتي بجماعته ذاهب إلى صناديق الاقتراع، وسيتندم كل مقاطع إذا بكرة سقط أحد الرموز أو الذين نثق بهم بسبب صوت أو صوتين. من هنا أقول لكل المقاطعين: تحملوا مسؤولياتكم، والمترددين التردد عمره ما جاب نتيجة. نحن أمام مفترق طريق، نحن أمام مرحلة جديدة، نحن أمام تهديدات مستمرة بمس الأسرة الكويتية. ولما أقول الأسرة أعني المتقاعد، وأعني العجائز اللي كل يوم نتفاجأ بتقطيع رواتبهم بسبب الإجراءات الطويلة، وأعني الشبان العاطلين عن العمل، وأعني المجتمع بأسره. هذه التحديات ما عاد هو مجدي أن نتكلم عنها عن بعد أو أن فقط نخطب في ندوات. هذه تحتاج نواب، ومو حي الله نواب، تحتاج نواب شروة مرزوق، شروة مرزوق الحبيني، وشروة ناس واجد طيبين في الدائرة الخامسة مرشحين، وشرواكم أنتم يا رجال. لكن أنا أعرف تماما بحكم تجربتي المتواضعة بأن الكلام ما يحل مشاكل، وإنما يحلها وجود الذي يؤتمن على أموال الناس ومصالحهم وحرياتهم. لا أود أن أطيل عليكم ولا أود أخذ أوقاتكم، وأعرف أنكم أحرص مني على مستقبل البلد، ولكنني أختم كلامي بحمد الله والتضرع عليه أن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. شكرا لكم.